السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللي أول مرة تشوف بيتك بسيط مع فاطمة ما ينساش يدوس على كلمة الاشتراك ويفعل الجرس عشان يجيلكم كل جديد. طبعا أنا قلت لكم في الفيديو اللي فات إن هبة جابت لي هدية بمناسبة افتتاح المحل. تمام، بس هي كانت كبيرة شوية يعني طويلة، فأنا رحت للراجل يقصرها لي. طب انتي ليه يا فاطمة ما عملتهاش على المكنة؟ عشان القماش بتاعها ليه مكنة معينة ان هو ايه عامل زي ايه، هتشوفوها لما اجيبها واروح عند هبه المحل واقيسها واوريها لكم. كمان نعدي نشتري اكل عشان ان شاء الله قبل ما اروح الشغل احاول ان انا اعمل لهم غدا في قلب البيت قبل ما امشي وكده. تمام. اما النهارده هناكلوا ايه؟ هبه اللي عازمانا على الاكل، يعني قالت لي انا بعمل محشي وتعمل لي اكل وهننزل لنا الغدا. يعني انا ما فيش حاجه اطلع وانزل اصلا، فهي هتبعت لي الغدا. تمام. امبارح ام ملك اختي بعتت لي الغدا، امبارح كانت عامله فته ولحمه ورز فبعتت لي، وانا صراحه امبارح كنت محتاسه في البيت بس ما قدرتش صراحه اخلص، يعني اللي قدرت الصاله. محمد ربنا يبارك فيه يا رب ويديله الصحه ابني، ام خلص المطبخ. تمام. والاكل جالنا من عند اختي وقضينا اليوم والحمد لله. انا عندي احساس كده، شفت البني ادم اللي مضروب علقه و... لازم ابقى اكلمكم كده. فطول النهارده انا قاعده اقوم اشغل الغساله شويه واقعد شويه اغسل شويه وكده. فدعوا لي بقى، دعوا لي ربنا ييسر لنا الامور. المهم كان في بنوته كاتبه لي تعليق بتقول لي اللي انا نظفت بيه الركن امبارح او الانتريه هو اسمه ايه، هو اصلا بالانجليزي. فانا قلت لها في التعليق بصي انا هصوره لك وانت بقى خديه سكرين عشان لو حابه تشتريه، هو جميل جدا الصراحه انا جربته حلو. وانتوا عارفين لما بجيب اي حاجه كويسه بحب اشارككم فيها واقول لكم عليها. هو 7 في 1. بصوا شايفينه يعني لو حد ياخده بقى سكرين اهو. بصوا بقى ليه استخدامات كتير جدا، للبوتاجاز وللأرضية وللأنتريه وللألمونيا، بس أنا لسه صراحة ما جربتوش للألمونيا. تمام. فاللي عايز بقى يشتريه بقى يروح يشتريه، وانا عندي بتاع المنظفات هو اللي قال لي عليه كويس. تمام. العباية الجينز دي جديدة أول لابسة ليها. ام ملك اختي من ساعه ما جبتها لي في عيد الام وانا ما لبستهاش، اه والله العظيم. كانت برضو طويله وديتها ظبطتها وانا كنت ساعتها مليانه يعني، فكانت ماسكه عليا فانا خسيت الحمد لله. فلبستها النهارده والعقد الحلو ده اخدته من فاطمه. كل ما تيجي اعاكسها واقول لها هاتي يا بنت العقد ده تقول لي ابدا، في الاخر تقول لي ايه هدولك بالايجار. الساعه ب 10 جنيه. انا اعرف زمان كانوا بيقولوا الساعه ب5 جنيه والحسابه بتحسب. فاطمه تقول لي لا دلوقتي الساعه ب 10 جنيه. فيلا بينا نشوف هنجيب اكل ايه ونعدي على هبه واوريكم الهديه اللي جابتها لي هبه. يلا بينا، وما تنسوش تعملوا لايك ودعوه حلوه كده ايه من القلب يحصل فطومه الايام دي مخستعه مخستعه مخستعه. يلا بينا. بصوا يا بنات، وانا طبعا بحكي لكم على حكايه العقد ده والنازله، فافتكرت حاجة قعدت اضحك عليها فقلت ايه اشارككم واقول لكم عليها. مرة من المرات كنت عند خالي في البلد. المهم ايه، انا جبت صبارة من هناك فكنت محتاجة علبة، وجبت كمان طيب من الغيط فكنت محتاجة علبة علشان خاطر احط فيها الصبارة واحط فيها كمان اللي هو التين وكده. استنوا هكمل لكم. المهم بقى ايه، طلعت فوق السطوح انشر عند خالي فلقيت جردل بلاستيك كده وسط حلو فانا عجبني، فقلت ده حلو هحط في الصباره بدل ما اسافر بيها في كيسه، وكمان والتينه كمان وكده، فانا احطهم في قلب بعض وابقى ماسكاها طول السكه. المهم فانا فضيت منه المشابك ورحت نازله لمرات خالي. قلت لها مرات خالي انا هاخد الجردل ده عشان احط فيه الصباره واحط الزرع بتاعي. قالت لي ازاي ده بتاع المشابك، ازاي ده مش عارف ايه ده بتاع فلان، ده انا واخداه من فلان، وقعدت تقول لي الكلام ده. فانا بصيت بقى ايه بدي يعني كده، فقلت لها ايه ده بلاستيك يعني ما فيهوش حاجه يعني ان انا احط فيه ده. فراح خالي قال لها يا ست اديهولها يبقى تجيب لك واحد غيره. خالي يعني قال له مرات خالي ايه يا ست اديهولها. المهم راحت مرات خالي راحت ضحكه كده وخبطت على ايديها وراحت قالت ايه والله اللي خلف ما ماتش. قلت لها ليه بتقولي كده؟ قلت لها قالت لي عشان امك كان فيها نفس الطبع ده،
تشبط في الحاجه وتبقى عايزه الحاجه، ولما حد يقول لها لا كانت تتقمص وتتلاقى، انت طالعه زي امك بالظبط. وموقفك وانت ماسكه الباسكت البلاستيك ولويتك على الباسكت فكرتني بامك، فامك ما بقاش انا حاسه ان امك قاعده قدام مني دلوقتي. فسبحان الله ممكن يكون ورثت الحته دي من امي. عشان كده انا بحب اما بشبط في حاجه باخدها. حوالين مني بقى بيتعاملوا معايا على كده، يقول لك اديها لها هي شويه وهتزهق منها وهتسيبها وكده. فده بمناسبه العقد اللي انا شحته من فاطمه. بص يا هبه ايه كانت عاملين ايه؟ بتتسوق يا عيني. رحت اجيب لك حاجات المحشي. ما لسه قايله لهم الغدا النهارده عند هبه. ايوه بس شكلي هتعشى. لا ده انا مجهزه كل حاجه، هطلع كله سريع سريع. هطلع احشي على طول. انا قلت بقى اجيب لهم اكل لبكره احطه في الثلاجه عشان لو ربنا اداني الصحه قمت بكره ابقى اعمل لهم، واروح اجيب البتاع عشان اجي اقيسها عندك. ماشي يلا بينا نروح عند يلا الراجل. نجيبها بقى ونشوف. هنونه قول لهم باي يا هنونه. لابسه الترنج اللي انت جبته لها. الله على القميص. لبسه جميل قوي. بصوا والله العظيم 3. بصوا كلمي سلم عليهم. تعالي قول لهم باي باي. بصي ضحكتها الحلوه. حبيبتي حبيبتي حبيبتي. طب ما تديني انا بوسه. حلو. بخروها يا عيال. بستني. يلا بينا. يلا بينا. طيب اديني كيلو سردين املحه. بصوا السردين يا جماعه مكساوي كده جميل جدا بسم الله ما شاء الله. وهناخده سردين نملحه. والبولشي ده سمك تونه صحيرونه بقى ناخد سمك من ده نقليه ولا ناخد بولشي. اصلا العيال بتحب السمك بالصلصه. تمام. هناخد كيلو بولشي نعمله. تعالوا عند اسماك ارزاق او صورتكم عنه كذا مره. بسم الله ما شاء الله يعمل بقى مشوي ومقلي واحلى سمك سنجاري. كانوا في الاكل ان شاء الله من غير مقاطعه هنعمله بكره باذن الله. هنبقى نملحه مع بعض السردين ده. تمام. بصوا يا بنات جبت الاسدال من عند الخياط اللي قلت لكم عليها. ده المكان المحل اهو كاتبين عليه عائله فطومه للملابس البيتي والعبايات والمفروشات. يلا بينا كده ايه بدل السجاد. يلا بينا. هنون قاعده على بابها. بصوا قاعدين بيستغلوا الموقف. قاعدين بيطبخوا في الدكان يا ولاد. بيعملوا لنا المحشي. بستغل الفرصه عندها بقى. الولد عمال يقول لي في السكه ايه قابلت حد وراح الدرس بيقول لي هبه هتعمل لي المحشي اللي بحبه. انا عاملاه هبه هتعمل لي. بقاله يومين بيقول لي عليه. قلت له والله غصب عني انا تعبانه ومش قادره والله. فهبه بتعمل. قلت له وحياه امك هبه هتعشيك مش هتغديك. مش رحت الدرس. انا عامله الخلطه. انا اهم حاجه الخلطه. ما انا عاملاها ومسبكه ومنضفه الممبار ونقعاه وهطلع انا اللي نفسي في البومبار. وانا قاعده بنشر افتكرت امي وقعدت اقول لي سبحان الله العظيم. امي كانت تعبانه كده كانت تقول لي اعملي لي المحشي واعمله لها. دلوقتي ايه الايام بتلف وتدور وهبه اللي هتعمل لنا المحشي يا ولاد. تعالى اخد لكم جوله كده ايه في المكان. بصوا بسم الله ما شاء الله عبايات جميله جدا. ايه بعد التعديل يعني بعد هبه غيرت النظام سنة تصوير. غيرت النظام وعملت علاقات هنا حطيت عليها كده الترنجات. ودي العبايات البيتي. وبصوا الجمال ده. وهنا بقى اسدالات بكل انواعها. طبعا انا خدت واحد من دول هقيسه هوريه لكم دلوقتي وتشوفوا جماله. مدلعاهم انا. وصباح بقى ام ملك اختي جايبه مفروشات جميله جدا والملايات حلو قوي. بس انا قلت ايه لما اخلص اللي هو بديل السجاد ده لما ناخد بقى ايه طقمين للاولاد للسراير بتاعتهم. انتوا قلتوا لي اعملوا له ملايات ساده بقى بلاش اللعب والحاجات اللي فيها. وعندها فوط جميله كده ودفايات زي ما انتوا شايفينها كده جميله جدا. زي ما انتوا شايفين ده زي اللي انا خدته. بصوا الموديلات بتاعته حلوه قوي. عندها الغالي وعندها الوسط وعندها على قد الامكانيات الايد. وعندها النوعيه دي برضو. يعني مش هتحتاري لو جيتي هنا مش هتحتاري. زي ما انتوا شايفين كده بنات. هقيس بقى الاسدال هديه هبه واوريها لكم. طبعا هو الطرحه بتاعته كانت لوحديها. انت لزقتي الطرحه فيه؟ ده ليه ده حلو لما تكون منفصله تصدقي والله. تغيري شكل الطرحه. حلو كده بس طبعا ما عشان عملش لسه عندهم كتير والعبايه جينز تحت منه. ما عملش ليد لين وعملت في الجناب. الحاجات دي بصي كلها. مرمين في الارض. ايه ده؟ كان عمل لك ما قصش الجناب دي الديول دوران. الديول دي هو كان وقع في الارض. جنب لا
لا هو لا هو خدها حتة واحدة، كان عمل من الجنب دوران عشان ما تبقاش في الارض. اه بس حلو حلو. لا مش مشكله، المخلوطين اصل هو بيعملها على الاوفر، مم. بياكل منها على الاوفر. حلو كده. مم. بص يا بنات الجمال يا بنات. شوفوا الاسدال حلو. اه انت قصدك الحته دي تبقى دوران. عشان ما تبقاش في الارض كده. اهي ولابسه هدوم كتير جدا من تحت، شكله حلو. تتهني حتى بيه يا لو رب. انا غيرت الطرحه عادي ممكن اعملها زي ليسه كده او انا قصدي كنت سبتيها منفصلة عشان تلبسي طرحة فاتحة عليها، تلبسي عادي. طرحة بني، تلبسي سودا. عادي. بصي ممكن تعملوا زي شال كده اهو مم. اهي ودي كده اهي. وتلبسي الطرحة اللي انت عايزاها. بندانة مثلا او اللي هي السوري دي. او كده يعني هنتصرفوا. جميل عليكي ما شاء الله. والطرحه تبقى من جوه. سيدة. انت عايزه عايزة طرحه لها طرحة سيده سيدة كده. حلو. بسم شكرا الله يا ما هبه، شاء ربنا الله. يزيدك من تتهني بيه يا فضل. رب. دي الموديلات اللي عندي هبه بنات. الاسدالات بقى هيجي عليكي رمضان واخده بالك انتي تروحي بقى الجامع، تستسهلي تروحي السوق، تروحي في اي حته، تروحي ضاربه الاسدال وتروحي نازله بيه. تعالوا بقى عند هبه كده وخدوا ده احلى. في كمان موديلات تاني اجدد جايه باسعار ارخص، وجايبه الغالي والرخيص والوسط عشان ارضي كل الناس. ان شاء الله ان شاء ان الله. شاء الله. يلا ما بس جامد. تنسوش تعملوا لايك.